السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا بأسهل وأبسط طريقة نعمل مع بعض حلو يرطب علينا في الجو الحر ده. هنعمل أحلى طاجن حلو وهو طاجن البروفيترول. هنعمل كمان طبقات حلوة جدا هتعجبكم جدا إن شاء الله. وزي ما انتوا شايفين كده الشكل يشهي جدا والطعم أحلى كمان. هنعمل عجينة بروفيترول ناجحة جدا، وزي ما انتوا شايفين حبات البروفيترول هشة ما شاء الله ومفرغة من جوه، وهنشوفها في آخر الفيديو لما نحضر العجينة مع بعض. وزي ما انتوا شايفين كده حبات البروفيترول محشية، وكمان عملنا طبقات في الطاجن من تحت كده طبقات تانية. كملوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا كل التفاصيل ونشوف الخطوات كلها كده مع بعض عملناها ازاي. اول حاجة هنحضر مع بعض عجينة البروفيترول. اول حاجة معانا حلة على النار هنضيف فيها كوباية من المية، ونص كوباية من الزبدة، ومعلقة كبيرة من السكر، ورشة من الملح. واول ما الزبدة دي تدوب خالص كده هنبدأ ان احنا ننزل بالدقيق. والدقيق هنا هنستخدم كوباية من الدقيق. وما ننساش كمان الفانيليا. بعد كده هننزل بكوباية من الدقيق، ونفضل نقلب بسرعة كده علشان ما تعملش تكتلات. وهنسويها على نار هادية خالص علشان العجينة تستوى معانا، وعلشان طعم الدقيق ما يبانش في العجين. فنبدأ ان احنا نسويها على نار هادية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة تلم معانا كده. وبكده العجينة تكون جاهزة معانا. هنسيبها تبرد خالص قبل ما نشتغل فيها. بعد ما بنخلصها ننقلها في طبق لحد ما تبرد، وبعد كده هنروح على العجان او نقدر بالمضرب الكهربائي العادي، او بالمضرب اليدوي، بس بتاخد وقت طويل شوية بالمضرب اليدوي. بعد كده نزلنا بالعجينة بعد ما بردت، وننزل بأربع حبات من البيض. وطبعا ننزل ببيضة بيضة. اول ما البيضة الاولى بتختفي بننزل بالبيضة اللي بعدها. وما ننساش معلقة صغيرة من الفانيليا على البيض. ونبدأ نضرب كده لحد ما القوام بتاع العجينة هوريهولكوا كده بعد ما يخلص كده. العجينة بعد ما خلصت والقوام بتاعها كده مظبوط جدا، ضفنا لها 4 بيضات كبار. لو العجينة معاكوا احتاجت بيض تقدروا تضيفوا بيضة كمان علشان توصلوا للقوام ده. هنجيب صينية ونضيف فيها ورق الزبدة، وننزل بالعجينة في كيس الحلواني، ونبدأ ان احنا نشتغل بأي شكل عندنا. ونبدأ نشكل زي ما انتوا شايفين كده اشكال صغيرة، لانه البروفيترول بيكون قطع صغيرة كده من العجينة. ولو مش موجود البلبلة دي موجودة عندنا نقدر ان احنا نشكل بالكيس الحلواني بدون ما نضيف اي شكل فيها. وبتبقى حلوة جدا يعني، مش محتاجة لانه هنعمله في طاجن، فمش محتاجين الشكل يكون مظبوط قوي يعني. وبعد ما نخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ ان احنا نبل ايدينا كده ونساوي البوز اللي طالع لفوق ده. هنسويه بايدينا كده، بس لازم تكون مبلولة علشان طبعا العجينة دي بتلزق جدا. ندخل الصواني على الفرن على اهدى درجة حرارة. اللي بعد كده هنعمل الباستر كريم، وهنحتاج كوبايتين من الحليب وعليهم نص كوباية من السكر. والسكر اللي انا ضفته هنا سكر بودر، لان ما كانش موجود عندي سكر حبيبات. تقدروا تضيفوا سكر حبيبات عادي. ونبدأ نحضر الخليط اللي هنضيفه على الحليب. معانا هنا 3 صفار بيض، وهنضيف عليه معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من النشا. وبعد كده هنزود نص كوباية من الحليب او المية، وندوب كل المكونات دي مع بعض كويس كده علشان هنضيف على الحليب فما يكونش فيها اي تكتلات خالص. فهنقلبها كويس جدا كده، او نقدر ننزلها على الحليب بمصفى. وكده بعد ما المكونات كلها دابت ما ننساش معلقة صغيرة كده من الفانيليا علشان طبعا احنا ضايفين بيض. وهناخد الخليط ده ونروح على الحليب اللي على النار، وننزل كده واحدة واحدة واحنا بنقلب علشان ما يعملش اي تكتلات خالص. وكده بعد ما خلص معانا وفي الاخر كده بنضيف مكعب من الزبدة. ونروح بقى نحضر طبقات الحلو اللي احنا عاملينه. هنجيب الطاجن او القالب اللي هنستخدمه، ونجيب كوبايتين كبار كده من اي نوع بسكوت. انا هنا ضايفه بسكوت لوتس. البسكوت هنا مطحون بس، ولا ضفت عليه زبده ولا حليب ولا اي حاجه، يعني البسكوت ناشف زي ما هو ومتكسر بس. وضفته كده في القالب من تحت، وهنبدا ان احنا نضيف عليه الباستر كريم. وبكده نكون حضرنا طبقتين في القالب بتاعنا.
اول طبقه البسكوت وعليها الباستر كريم. انا هنا بحضر معاكم القالب او الطاجن ده والبروفيترول كنت محضراه طبعا من قبلها بيوم، لان بياخد وقت في التسويه، بياخد ساعه في الفرن، وبعد ما بنطفي الفرن بنسيبه ساعه كمان علشان ينشف ويكون جاهز معانا بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين فتحت واحده كمان من جوه كده مفرغه من جوه وهشه جدا. حبيت افتح واحده معاكم كده من جوه علشان تشوفوا قد ايه الوصفه ناجحه جدا ومفرغه من جوه وهشه كده. ما شاء الله احلى وصفه وانجح طريقه تعملوا بيها البروفيترول. هنبدا بقى ان احنا بالسكينه كده ونعمل فتحات في البروفيترول من تحت، ونبدا ان احنا نحشيها. هنحشيها هنا الباستر كريم اللي فضل معانا، ضفت عليه معلقتين من الكريم شانتيه وضربتهم مع بعض كده، وبدات ان انا احشي بيهم البروفيترول، وهبدا ان انا ارصهم على الطبقه التانية في الطاجن معايا كده. وبكده تكون طبقات معانا جاهزة. واول طبقة ضفناها وكانت البسكوت، وبعد كده ضفنا عليها الباستر كريم وعليها البروفيترول كده المحشي، حاجة كده تحفة، طبقات خطيرة. واخر حاجة التزيين، ونبدأ ان احنا نزين بأي صوص احنا حابينه. انا عندي هنا اللوتس، هبدأ ان انا ازين بيه لان انا ضايفه هنا بسكوت اللوتس، فالوصفه كلها كده هتبقى من تحت ومن فوق لوتس. ومعايا هنا صوص الفستق برضو هدي خطوط من فوق كده عشان تكسر اللون. يعني التزيين زي ما انتوا حابين، تقدروا تزينوا زي ما انتوا حابين، واي صوصات انتوا حابينها تقدروا تزينوا بيها. وبكده يكون طاجن البروفيترول بتاعنا جاهز. ما شاء الله مفيش احلى من كده. شايفين الجمال؟ شكله شهي جدا. عملنا مع بعض عجينة البروفيترول وده الأهم، وطلعت ناجحة معانا جدا. وزي ما انتوا شفتوا كده حبات البروفيترول كانت هشة ومفرغة من جوه جدا ما شاء الله. وهنا هضيف بسكوت لوتس من فوق، قطعتين كده من البسكوت زي ما انتوا شايفين كده علشان الطاجن بتاعنا يكتمل. وكده الوصفة بتاعتنا خلصت، وزي ما انتوا شايفين كده شكلها يشهي جدا وطعمها خطير. علشان الوصفة تكون سهلة وبسيطة علينا نقدر نحضر الخطوات دي على يومين. طبعا عجينة البروفيترول للأصح ان هي نعملها قبلها بيوم علشان بتاخد وقت زي ما قلت لكم كده في الفرن، وبنسيبها كمان بعد السوا علشان تنشف شوية وتكون مفرغة زي ما انتوا شفتوها معايا كده في الفيديو. وتاني يوم بنعمل الطبقات الحلوة دي، فبنلاقي الموضوع سهل جدا وبيخلص بسرعة، ويكون معانا احلى طاجن بروفيترول واحلى تحلية بتكون جاهزة معانا علشان ترطب علينا في الجو الحر ده. وزي ما انتوا شايفين كده حبيت ان انا كمان قبل ما اختم معاكم الفيديو حبيت ان انا افتح حبة بروفيترول من جوه كده. شايفين الجمال ما شاء الله. والطبقات بناخد الطبقات مع بعض كده فطعمها بيكون خطير جدا. البروفيترول محشي من جوه، وكمان الطبقات اللي تحت دي فالأطعم داخله ببعضها كده مديها طعم تحفة. وبكده يكون فيديو بتاعنا خلص. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.